شارك وفد حقوقي مصري في الجلسة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وقدم الوفد تقريرا عاما عن الانتهاكات التي حدثت بحق المرأة المصرية منذ بدء الانقلاب العسكري وحتى أول يونيو الماضي، وقدم بيانا آخر مفصلا عن حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتحرش الذي يحدث للمعتقلات في السجون وأقسام الشرطة المصرية. الوفد قدم تقريرا موثقا ل7 حالات اغتصاب لمعتقلات اشتمل على أماكن الاحتجاز وأسماء الضباط وأفراد الشرطة المتهمين باغتصابهن، منها حالتان تم اغتصابهن 14 مرة في يوم واحد في أحد معسكرات الأمن المركزي. وإحدى المعتقلات تم تعليقها عارية والتحرش بها وإجبارها على مشاهدة مناظر غير لائقة. وطالب الوفد المشكل من التحالف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان طالب بوضع حالة المرأة المصرية كحالة خاصة تحت متابعة لجنة حقوق المرأة والطفل، وفتح باب التحقيق في الانتهاكات من لجنة محايدة، وفتح السجون والأقسام للتفتيش ومحاسبة الضباط وأفراد الشرطة المتهمين في هذه الوقائع. تتوالى الشهادات الموثقة لحالات اغتصاب كاملة تعرضت لها سيدات في السجون وأماكن الاحتجاز في مصر. الحالة الأخيرة كشف عنها المحامي أحمد سيف الإسلام حماد، ونشرها الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، عن تعرض طالبة بجامعة الأزهر لعملية اغتصاب داخل مدرعة للشرطة. القضية دي كان فيها 68 متهم ومتهمة. كانت حصلت يوم 28/12/2013. اتقبض على الطلبة في داخل الجامعة. اترحلوا لاسم مدينة نصر، ومن اسم مدينة نصر إلى معسكر السلام. النيابة حققت معاهم في معسكر السلام. ربنا وفقنا إنها طلعت إخلاء سبيل ب 500 جنيه. كان هي الوحيدة في عدد المتهمين. وربنا وفقنا في كده. أنا بعديها فوجئت إن والدتها إن في مشاكل بين ندى وجوزها، فحاولت ان انا ادخل يعني في الصلح وبتاع، فلقيت والدتها جات لي في المكتب والدموع نازله منها، فبقول لها انت السبب، ليه بنتك مش قادره ترجع لجوزها؟ السجن ومش السجن المهم في الاخر لقيتها بتعيط، ده بنتي حصل كذا وكذا وكذا، الضابط اغتصب، حكيت لي بقى الكوارث دي. يأتي هذا فيما قدم الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج أول تقرير يوثق لحالات اغتصاب وتحرش جنسي داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية، وتقدم ببيان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول هذه الانتهاكات. وصل للقبض عدة حالات اغتصاب يعني واعتداء جنسي. وثقنا 7 حالات بالتقارير. نتحفظ على ذكر أسماء الضحايا والمعتدين وأماكن الاحتجاز التي حدثت فيها الجريمة حفاظا على سلامة الضحايا. كما أصدر التحالف الأوروبي للحرية والديمقراطية، أحد منظمات الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، كتيبا بعنوان أنقذوا كليوباترا، يتناول الانتهاكات ضد المرأة المصرية منذ الانقلاب وحتى الآن. 4 حالات هنتكلم عنهم. في حالة تم اختطافها من قبل قوات الأمن، وتم الاعتداء عليها من قبل أناس يلبسون زيا عسكريا ومدنيا داخل سيارة ترحيلات، ثم ألقي بها في الشارع، وكان اعتداء جامعي. الحالة الثانية كانت اختطفت وتم الاعتداء في أحد مراكز الشرطة، وأيضا كان اعتداء جماعي من ضباط وجنود. في حالتين الشهر اللي فات تم اغتصابهم 14 مرة في يوم واحد، وده كان في أحد معسكرات الأمن المركزي. ولم تتوقف الانتهاكات الجسدية بحق النساء عند الاغتصاب، وإنما شملت انتهاكات أخرى. إحدى المعتقلات تم تعليقها عارية زي البنادول، وتم التحرش بها من كل الناس اللي موجودين في الجنود والضباط الموجودين في المكان في الوقت ده. تم إجبار الشابات على مشاهدة مناظر غير لائقة وفيديوهات غير لائقة. في أحد السجون تم تفتيش المعتقلات من ضابطين دون ثياب. تم مسح البلاط بأجساد الضحايا، وكان ذلك في قسم ثاني مدينة نصر. تم عرض بعض المعتقلات عاريات أمام الجنود والضباط والتحرش الجنسي بهم. هذه الانتهاكات البشعة لم تجد آذانا صاغية من السلطة التي لا تحقق في أي منها رغم المطالبات الحقوقية المحلية والدولية.